3 جمل عن الفلوس سمعتهم في أوقات مختلفة تمامًا، ما كانوش شبه بعض خالص، بس لما فهمتهم اكتشفت إنهم بيمثلوا الرحلة كلها، رحلة إنك تبقى ناجح ماديًا بجد. أهلًا وسهلًا بيكم، معاكم نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. الحقيقة إن الموضوع بدأ بشكل عادي جدًا، كنت باسمع لقاء لنجيب ساويرس مش مركزة أوي زي كل مرة، لحد ما قال جملة خلتني أوقف كل حاجة في إيدي. قال: أنا مش بخاف أخسر، الخوف الحقيقي إني ما أجربش أصلا. الجملة دي كانت بسيطة، بس حسيت إنها بتوجع قوي، لأنها عكس اللي إحنا متربيين عليه. إحنا بنتعلم خليك في الأمان، بلاش تغامر، بلاش تخسر، بس عمر ما حد قال لنا بلاش تفضل مكانك. فضلت أفكر كتير، هو أنا فعلا خايفة أخسر ولا خايفة أطلع من اللي أنا متعودة عليه؟ كام فرصة عدت عليا، بس سبتها عشان كنت مستنية الوقت المناسب. طب هو الوقت المناسب ده بيجي أصلا؟ بعدها فترة سمعت لقاء تاني، بس المرة دي مع سميح سويرس، وكان بيتكلم بهدوء جدا كالعادة، وقال جملة غريبة. قال: أنا مش بدور على فلوس بسرعة، أنا بدور على حاجة تكمل وتعيش. ساعتها اتلخبطت، واحد بيقول جرب والتاني بيقول استنى. طب أنا أعمل إيه؟ أجري ولا أصبر؟ أخاطر ولا آمن؟ بس لما فكرت شوية حسيت إن المشكلة مش في كلامه، المشكلة إني أنا كنت عايزة نتيجة سريعة من غير ما أفهم الرحلة. لحد ما سمعت الجملة التالتة، وكانت من أحمد أبو هشيمة. قال: أنا اشتغلت على نفسي الأول، لأن الفلوس لو جت بدري ممكن تضيع. ساعتها كل حاجة وضحت قدامي، الجمل التلاتة ما كانوش مختلفين، كانوا بيكملوا بعض. نجيب ساويرس بيقول ابدأ حتى لو خايف، وسميح ساويرس بيقول اصبر وابني حاجة تعيش، وابو هشيمة بيقول جهز نفسك عشان لما توصل ما تقعش. الحقيقة ان دي مش نصايح، دي رحلة كاملة. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنستنى ومش بنبدأ، ولو بدأنا بنستعجل، ولو جالنا فلوس نصرفها من غير ما نعرف قيمتها، وبعدين بنقول الدنيا مش ماشية. ومن ساعتها بطلت أسأل نفسي هكسب كام، وبدأت أسأل نفسي أنا مستعدة لكام، وأنا ببني إيه، وأنا بكمل ولا بسيب. لأن الحقيقة الصعبة مش كل اللي بيكسب فلوس بيعرف يحتفظ بيها، ومش كل اللي بيبدأ بيعرف يكمل، ومش كل اللي حلم بيستحمل الطريق. بس في نفس الوقت أي حد ممكن يبدأ، وأي حد ممكن يتعلم، وأي حد ممكن يكمل لو فهم إن الموضوع مش خطوة، الموضوع رحلة. النجاح المالي مش سر واحد، هو 3 حاجات: ابدأ حتى لو خايف، واصبر حتى لو مفيش نتيجة، واشتغل على نفسك عشان لما الفرصة تيجي تعرف تمسكها. يمكن الفلوس مش المشكلة، يمكن احنا اللي بنستعجلها، ويمكن النجاح مش للي كان عنده فرصة أحسن، يمكن النجاح للي فهم اللعبة وكمل فيها لحد ما كسب. أنا نهلة فؤاد، دي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنسيش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا:
أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكوا الحلقة الجاية.